السلام عليكم وطابت أوقاتكم وحياكم الله. دعونا نقرأ قراءة داخل العمق الإسرائيلي. أولا، بنيامين نتنياهو هو أطول رئيس وزراء حكم في تاريخ إسرائيل منذ أن تأسست على الباطل حتى اليوم، وهذا يدل على ذكاء سياسي خارق. الرجل سياسي ولاعب سياسي ماهر وسياسي مثقف، قارئ جيدا للتاريخ. هو لا ديني، لكن يقول إنه ديني، إنه متدين. هو لا ديني، هو أقرب إلى الإلحاد منه إلى التدين، لكنه عرف من أين تؤكل الكتف الصهيونية أو الكتف اليهودية، تمام؟ واستمر يلعب على هذا المنوال. الرجل يؤمن في داخله رغم لا دينيته بأساطير إسرائيلية غير حقيقية، يعني في الواقع ليست حقيقية، لكنها أفكار عصابية إبادية إقصائية للأغيار. الأغيار اللي هم غير اليهود، الذين يحق بالنسبة لهذا المنطق التلمودي الإرهابي أنه إبادتهم، تمام؟ فمن يقف ضد اليهود هو بالنسبة لهم شرفا له أن يعيش، وشرفا للمقاتل الذي يتبع نتنياهو شرفا له أن يقتله. شوفوا العصابية والوحشية المبررة إلى أين وصلت، تمام؟ خلال أكثر من 17 عاما استطاع نتنياهو أن يغير في عقلية الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي عمره ما كان حمامة سلام، هو جيش إرهابي محتل دولة، لكن كان ضمن الصدف التاريخي أن يوجد في قيادات هذا الجيش قادة عسكريون يعني يلموا بقليلا من السياسة ومن القيم والمعايير الأخلاقية، وكانوا رغم وحشيتهم وقساوتهم في تصديهم للفلسطينيين إلا أنه كانوا يعملوا نمط معين. ومن هؤلاء الناس وصلوا منهم إلى رئاسة الوزراء، تمام؟ ومنهم من وصل إلى يعني وزارة الدفاع، يعني إلى مناصب كبيرة في الدولة، ومنهم من وصل إلى رئاسة الدولة نفسها وإلى رئاسة الوزراء نفسها، تمام؟ فكانت معايير الحرب تكون لها قيم وحدود لا يمكن تخطيها. لكن حينما أتت الحكومة، يعني عندما أتت حكومة نتنياهو، انظروا من فيها. أشهر ذئبين فيها اللي هو سموتريتش وزير المالية، هذا الإرهابي المدني، وبن غفير المدني الآخر الإرهابي الذي يؤمن بقصة القتل وعلى أنه يجب إبادة فلسطين وأهل فلسطين ومن في فلسطين وأشجار فلسطين وكل حي في فلسطين. طبعا هذا مش لأنهم من بنات أفكارهم، لأنه منطوقهم التوراتي الأعسر المعوج هو الذي يعني يجعلهم كذا يفكروا بهذا التفكير. إذن إضافة إلى حاجة ثانية، على أنه ما الذي يجعل نتنياهو يصمد هذا الصمود أمام المعارضة الداخلية والمظاهرات التي استمرت لأكثر من 6 شهور قبل أحداث 7 أكتوبر 2023 من غالبة الشعب العلماني والليبرالي اليهودي داخل إسرائيل. السر هنا على أن هذا الرجل يملك قاعدة شعبية أقصى اليمين الإسرائيلي واليهودي داخل إسرائيل. الأغلب الجماعات الدينية والأحزاب الدينية تقف في صفه، وبالتالي عملت مصد له ونجا، وحتى أنه خرج من الحكومة ورجع في انتخابات وفاز. والآن اليوم الحريديم اللي هي مجموعة من الأحزاب الدينية أو الرؤية الدينية أو الجماعة الدينية التي تؤمن بحقية بني إسرائيل في تملك فلسطين لكن دون قتال. هم يؤمنون على أنهم سيدعوا الله على أن يقضي على أعدائهم فقط بالدعاء، بينما هناك ناس مثل كهانة وشاس وكل هذه الجماعات المتطرفة التي خرج من صلبها نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وعشرات ومئات وآلاف منهم، هم يؤمنون بقصة السيف، تمام؟ لقتل الأعداء. من هم الأعداء؟ الفلسطينيين. من هم الفلسطينيون؟ هم الذين تم سرقة أرضهم من قبل آباء وأجداد هؤلاء الناس اللي هو نتنياهو وأمثاله. إذن فكيف كان الصمود هنا؟ هو على أن المصدات الشعبية التي تقف معه وتؤمن بفكرته التطهيرية الإبادية هم الذي يدافعوا عنه. نقول أنه الآن الحريديم قصة أنه أصروا بعض الناس في الحكومة الإسرائيلية على أنه الحريديم وهم 25 إلى 30% من المجموع الشعب الإسرائيلي،
انهم هذا لا يتجندوا ولا يقبلوا بالجيش. تمام. يقول لك لا، يجب ان يدخلوا. فاقروا قرار العام الماضي على انهم يجب ان يكونوا مثلهم مثل بقيه الشعب، ابناء الشعب الاسرائيلي، ان يدخلوا في الجيش. اذا هنا اسرائيل على موعد انتخابات قادمه مستعجله، لانه قد لو حدث الليله او غدا، تمام، غدا اللي هو الخميس الموافق 5 من يونيو 2025 قد تسقط حكومة نتنياهو. طبعا هو قد يستمر رئيس الحكومة بالإنابة حتى أنه انتخابات قادمة، سيظل نفس السيف نتنياهو يقتل في غزة، عفوا. لكن مع ذلك نريد أن نقول على أنه صمود هذا الرجل، هذا الصمود الأسطوري، هو لأنه عقليته الدينية، يعني وحشيته المبررة توراتيا بالنسبة لهم وبالنسبة لفريقه هي الذي جعلته يصمد حتى الآن. يعني تكتفي أن لنعلم على أن 2% من إسرائيل كلها، من الشعب الإسرائيلي، يؤيدوه. تمام. يعني يؤيدوا ما يقوم به في غزة. فبالتالي أريد أن أقول حاجة، يقول لك سيسقط نتنياهو. نتنياهو لن يسقط إلا بعملية ديمقراطية داخلهم هم، ولا الشعب كله في صفه. يعني ما يقوم به نتنياهو من إرهاب في غزة لسوء الحظ، لسوء حظ اليهود الطيبين والمحترمين في العالم، على أنه غالبية الشعب الإسرائيلي يؤيد ما يقوم فيه من قتل الأطفال وإبادة النساء والرجال وتهديم المعابد والمساجد وكل شيء. تمام. اقتلوا عماليق في بداية الحرب، ولا زال يرددها، ولا زالت هذا القراءة التوراتية الإرهابية تقرأ في أذان الجيش الإسرائيلي، أنه اقتلوا عماليق، اقتلوا أبنائهم ونسائهم، اقتلوا أطفالهم، حتى كلابهم وحميرهم. صدق المسألة مش ليس مسحا، حتى حميرهم والجمال يجب أن تقتل. بهذه العقلية يعني المعركة الآن هي معركة بين إسرائيل في غالبية الشعب الإسرائيلي وقطاع غزة. تمام. يعني غالبية الشعب الإسرائيلي يؤيد هذه المذبحة، وهذا عار. ولذلك دائما أقول وأكرر على أن الشرفاء من اليهود الأبطال والأحرار في العالم كله، وقليل منهم في إسرائيل، رفضوا هذه المذبحة. لا يقول لك أن هذا لا تمثلنا كيهود، هذا دين وهذا ثأر سنتحمل وزره في المستقبل نتيجة لوجود إرهابي مجرم اسمه نتنياهو جالس يخطط. فالقصة الآن ليست قصة أنه نتنياهو مستمر في الحرب لأن خشية من السقوط. هذا واحدة من ضمن الأشياء. الرجل يظن نفسه أنه مجاهد في سبيل الله. تمام. ما يقوم ما نراه الآن في إسرائيل في الحكومة الائتلافية التي يقوم الإرهابي المتطرفة التي يقودها نتنياهو، نحن بصدد رؤية أو نشاهد داعشية يهودية، داعشية تطهيرية، داعشية إقصائية إبادية، داعشي يهودي بكل ما تعنيه الكلمة، يقودها الداعشي اليهودي الأكبر الصهيوني نتنياهو. تمام. ولذلك الآن حتى رؤساء وزراء سابقون مثل أولمرت ومثل بقية نسيت اسمعهم، تمام، يقول لك على أنه هذا مجرم حرب. يدعو حروت الصحيفة تقول على أنه متى هل سننتظر أن يحكمنا هذا المجرم الإرهابي حتى الانتخابات المقبلة؟ إذا هل عرفتم؟ ولذلك أقول لكم على أنه نتنياهو فيما يقوم به وصموده هو نتيجة لأن الشعب الإسرائيلي 82% يقف في صفه. تمام. وهذا عار، عار على الشعب الإسرائيلي وعار على الإسرائيليين. وفي نفس اللحظة الشرفاء اليهود من داخل إسرائيل أو خارجها حول العالم لهم التحية ونرفع لهم القبعات لأنهم تبرؤوا من هذه المذبحة. تمام. ماذا بعد؟ نتنياهو لن يسقط إلا إذا أسقطوه من الداخل. تمام. وإذا سقط فالسكاكين ستلاحقه. نعم ستلاحقه قانونا، ستلاحقه بتهم الفساد، وأنا أعتقد على أن إسرائيل ستتطهر من هذا المجرم الطاغية، أنها تحاكمه كما حاكموا إريل شارون حينما دخل في 82 وقعت الإبادة، وقعت مجزرة غزة وصبرا وشهادة الله في بيروت. اضطرت إسرائيل أنها تتبرأ من الجريمة الكبيرة التي تم اقترافها بإيعاز من أريال شارون وزير الدفاع آنذاك، أنهم قدموه لمحكمة وجردوه من رتبته، وجلس يمكن في حدود 15 إلى 20 سنة حتى عاد إلى السلطة وعاد إلى رئاسة الوزراء. تمام. وهذا هو نوع من اللعب على الذقون، لكن على الأقل الإسرائيليون والدولة الإسرائيلية تحاول أن تلعب يعني بطريقة سياسية مقنعة، لكن الشعب الإسرائيلي كله بالسياسيين من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، اللهم النادر وهم على بضع مئات، يقفون كلهم في صف نتنياهو في إبادة أطفال غزة. وهذا عار على دولة، وعار على جيش، تمام، وعار على ثقافة، وعار على جماعة أن تكون كلها تؤمن بهذه الجريمة وتؤمن بهذه الوحشية. ماذا بعد؟ سيسقط نتنياهو وسيتم تقديمه للمحاكمة. ليس هذا وحسب، ربما يتم سجنه ويتبرأ من جرائمه.